الميني كات مين اللي يعمله ويعمله ازاي وازاي تعمل ميني كات من غير ما تدمر البالكنج بتاعك تماما. خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولس فيتنس جايد. النهارده هنتكلم عن توبيك مهم جدا، وهو التوبيك اللي تقريبا بيبوظ اغلب مراحل البالكنج عند الناس، وخصوصا الناس اللي وصلت لنسب دهون كويسه قبل ما تبتدي في البالكنج. التوبيك ده هو فكره ازاي تعمل ميني كات، وتعمله ازاي، وامتى تعرف ان انت محتاج لميني كات. مبدئيا خلينا كده نعرف ايه الفرق ما بين الميني كات والكات، او مرحله التنشيف ومرحله الميني كات، عشان يبقوا الكلمتين بعاد عن بعض شويه في النطق. مبدئيا مرحله الميني كات بتبقى مرحله اقصر في المده من مرحله الكاتنج. مدتها بتتراوح ما بين 4 ل 8 اسابيع، على عكس مرحله الكاتنج اللي ممكن غالبا بتقعد من 10 ل 16 اسبوع، وساعات بتوصل لاكتر من 16 اسبوع لو البني ادم عايز ينزل لنسب دهون قليله جدا. بقى واحد عنده طالع على ستيج، عنده فوتوشوت، الكلام اللطيف ده. في فرق بيكون في كميات خساره الوزن اللي المفروض تحصل اسبوعيا. في مرحله الكاتنج علميا دايما بنتكلم في ان احنا بنحاول ان احنا نخس ما بين نص في المية لواحد في المية من اجمالي وزننا اسبوعيا، والنسبة دي محطوطة عشان تحافظ على اكبر كتلة عضلية ممكنة. لكن في مرحلة الميني كات نسبة خسارة الدهون بتبقى اعلى ليه؟ اعلى لان مرحلة الميني كات بتبقى اقصر، فبنحاول ان احنا نرفع النسبة ما بين 1 ل 2% من اجمالي وزنك اسبوعيا. فاذا العمليه بتبقى اجريسيف اكتر، عجز السعرات بيكون اكتر. لما نيجي نتكلم عن العجز بتاع السعرات في اخر الفيديو هشرح لكم النسب بتاعت عجز السعرات بتبقى تقريبا قد ايه. لكن انت بتحاول تحط نفسك في الرينج اللي يسمح ليك ان انت تخس اسبوعيا، زي ما بقول لكم كده، ما بين 1 ل 2%. طيب، ايه الهدف من مرحله الميني كات؟ ليه تعمل ميني كات اصلا؟ انت بتعمل بالكنج، ومرحله البالكنج بيبقى فيها زياده وزن. زياده الوزن عمرها ما بتكون كلها كتله عضليه صافيه. زياده الوزن بيبقى فيه جزء منها طبعا عباره عن نسبه دهون بتزيد مع العضلات. مرحله البالكنج عمرها ما بتكون مرحله قصيره، فمع طول مده مرحله البالكنج بتبتدي نسب الدهون تتراكم زياده. فلما بتوصل لمرحله معينه هحددها لك ايه هي، بتبتدي ان انت محتاج ان انت توقف البالكنج شويه. وده ليه؟ ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي. اول حاجه عشان تحافظ على نسبه دهون كويسه في عمليه البالكنج، لان دي حاجه صحيه، لان مع ارتفاع نسبه الدهون بتبتدي الماركرز بتاعتنا تبقى مش احسن حاجه. البلاد بريشر بتاعك مش هيبقى احسن حاجه، اللي هو ضغط الدم. الكوليسترول مش هيبقى افضل حاجه. ممكن هرمونيا تبقى مش في افضل مكان، الاستروجين يعلى والتستوستيرون يقل. فده مناخ اصلا مش هيساعد ان عمليه البالكنج تحصل بافضل وضع. فاحنا لازم كده يعني زي ما نكون بنضرب في رمل بنحط بريك عشان نقدر ان احنا نكمل في مرحله البالكنج ونستفيد منها قدر المستطاع. فده هيسهل عليك اللي احنا بنقول عليه التطور الاكتر في مرحله البالكنج، هتبني عضلات اكتر. وفي نفس الوقت هيعمل حاجه مهمه جدا، ودي مش هيحس بيها غير الناس اللي فعلا بتعمل بالكنج صح. هو فكره ان هو هيعمل زي كده ريست، كانك عملت ريستارت لشعورك بالجوع. لو انت بتعمل بالكنج صح وبقالك فتره طويله، هتوصل لمرحله ان انت حرفيا مش قادر ان انت تبص للاكل. لو انت بقالك مثلا 6-7 شهور بتعمل بالكنج، طبعا كل فتره انت عمال تزود في سعراتك عشان تسهل عمليه ان انت تبني كتله عضليه، لان جسمك بيبتدي يعمل حاجه اسمها انابوليك ريزيستنس، بيبتدي ان هو يقاوم بناء العضلات. فاحنا عشان نقدر ان احنا نفضل مستمرين في الموضوع ده، بنفضل ان احنا نزود سعراتنا ونزود شده تمريننا الى اخره. فاذا لازم تقدر ان انت
طبعا في وسائل كتير تساعدك انك تاكل، عن طريق ان انت تبتدي ان انت تشفت جزء من السعرات بتاعتك ان هي تبقى دهون بدل ان هي نشويات، وتشرب سعراتك الى اخره. لكن برضو مع وجود ده هتوصل لمرحله ان انت مش قادر ان انت تاكل. فلما هتوصل للمرحله دي، وجود الميني كات الفتره دي بيعمل ريست للهنجر، ريستارت للهنجر كده، فيبتدي ان انت تجوع من اول وجديد وتقدر ان انت تكمل في الاكل بتاعك في البركه. اخر نقطه هي نقطه يعني فيها شويه جدل، هو ان انت مع زياده الكتله العضليه والكتله الدهنيه مع بعض، وخصوصا طبعا زياده الدهون، بيبتدي حساسيه الانسولين عندك تقل. الكلام ده فيه ديبيت، يعني الكلام ده مش 100% صح عشان ابقى صريح معاكم. في حاجه اسمها البي ريشيو. البي ريشيو اللي هو من الاخر كده زي توزيع النيوترينتس اللي انت بتاكلها لما تاكل بروتين وفات وكارب، ازاي الحاجات دي بتتوزع في جسمك، وازاي بيحصل بارتيشننج، وازاي البروتين ده بيروح لعضلاتك. مع الوقت يقال، والكلام متضاد جدا في الحته دي، ان انت بتبتدي تفقد قدرتك اصلا على بناء العضلات لما تبتدي ان انت نسبه دهونك تعلى. فاذا احنا عشان نتغاضى عن الموضوع ده بنحاول ان احنا قدر المستطاع نحافظ على نسب الدهون قليله. طيب، امتى تعرف ان انت محتاج ميني كات؟ مبدئيا لو انت بقالك زي ما احنا هنقول دلوقتي كده اكتر من 3 شهور، انا ببتدي اقول من 4 شهور فيما فوق في مرحله بالكنج. من الاخر كده الناس اللي بقالها 5 6 اسابيع وبتعمل بالكنج وابتدت بطنها تغيم شويه ووزنها يعلى على الميزان وشويه توتال ريتنشن كده حبست لها شويه ميه وبتاع، ما تعملش ميني كات. اغلب الناس عندها مشاكل كبيره جدا في موضوع البالكنج، ان هي بتعتبر البالكنج ده سداح مداح، اللي قدامك كله اهم حاجه وزنك يعلى على الميزان ونزق لك بلاطتين في الجيم ودمبلين وبتاع وخلاص. والكلام ده على ارض الواقع مش صح. البالكنج هو مرحله احنا بنسميها الامبروفمنت سيزون. السيزون اللي انت بتتحسن فعلا فيه، بتبني فيه كتله عضليه كويسه، بتبتدي ان انت فعلا تاخد راحه من مرحله الكاتنج، وتبتدي ان انت فعلا توصل لشيب جديد هيبان لما تعمل كاتنج. فدايما بنحاول ان احنا نقول ما تزيدش اكتر من ربع لنص في المية من اجمالي وزنك اسبوعيا في البالكينج، واكتر من كده هي زيادات دهون غير مبرره. الناس ما بتاخدش بالها من الكلام ده، بتبتدي تاكل اي حاجه وخلاص، بعد كام اسبوع تلاقي الدنيا ضربت منها، تقول لك انا هعمل كاتنج، وتفضل تلف. هي بتقول عليه ميني كات، يعني هعمل ميني كات في الفتره دي، او من الاخر كده بيقولوا هنضف شويه الدهون والميه. يعمل كده وبعدين يرجع لنفس الطريقه في البالكينج، ويعمل كده ويرجع لنفس ويفضل يلف في الدايره المغلقه دي، وفي الاخر خالص يلاقي نفسه ما عملش اي حاجه. لو انت شخص بقى بتعمل بالكينج صح، مش هتحتاج موضوع الميني كات ده قبل 4 5، وفي ناس ما بتحتاجوش قبل 6 شهور. فلما يعدي عليك 6 شهور تلاقي نفسك وصلت ان انت اول حاجه عضلات بطنك ابتدت ان هي تبقى مش فيزبل خلاص. الابس بتاعتك او عضلات بطنك، الحدود بتاعت عضلات بطنك زي ما احنا بنقول ابتدت تبقى مش باينه. وده غالبا بيحصل عند اغلب الناس ما بين 15 ل 16%. بنبتدي ان احنا نعمل ميني كات، الهدف منه ان احنا ننزل النسبه دي ل 10 او 11%. تبتدي ان انت عضلات بطنك تبان تاني، تبتدي ان انت تشوف السيبريشنز، التقطيعات اللي في عضلاتك، عشان تبتدي حتى وانت بتعمل بالكنج تحس ان انت بتتطور، تبتدي تبقى شايف على الاقل زيادات العضلات. انت مش شايف ان انت بقيت حته واحده زي ما احنا بنقول عليه، مش باين له ملامح من الاساس. خلاص الشخص بقى يعني وصل لمرحله كله على بعضه يعني شبه الكتله كده، مش باين هو تحت الهدوم فله. بص يمشي كده تحت الهدوم تنين ماشي تحت الهدوم، لكن يقلع هدومه فكك بقى. فاذا اول حاجه ان احنا لما نبتدي ان احنا نشوف نفسنا ابتدينا ان احنا نخش في الرينج ده معناه ان احنا محتاجين نعمل ستوب ونعمل ميني كات. بس احنا بقالنا فتره طويله، فعادي كده انت بعيد عن الدايره المغلقه دي. كده مثلا بتعمل 6 شهور بالكينج وتاخد لك قصادهم مثلا 4 ل 8 اسابيع ميني كات، وترجع تاني تعمل 6 شهور بالكينج، كده توصل لمرحله مثمره جدا، تبقى فعلا قدرت ان انت تعمل سايكل بالكينج محترمه وسايكل كاتنج محترمه. تاني حاجه ودي يعني مش هي الاساس، هو فكره ان انت تبتدي توصل لمرحله ان انت خلاص الجوع يكاد يكون مش موجود. فانت محتاج ان انت
تعمل الريسيت زي ما انا قلت لك في اول الفيديو كده، عشان تقدر ان انت تكمل اكلك وتقدر ان انت تستفيد من مرحله البلكنج. هي دي الاسباب الوحيده اللي تخلي الشخص يعمل ميني كات. مفيش حاجه اسمها انا بعمل بالكينج ولقيت الصيف داخل عليا فهعمل ميني كات وارجع اكمل بالكينج. ده كلام مش منطقي خالص. انت المفروض يبقى عندك كده تايم لاين. انا عارف انا هعمل بالكينج مثلا 5 6 شهور، وعارف ان نهايه ال6 شهور دول هيبقوا هينتهوا مثلا شهر وليكن 2. فلما ينتهوا شهر 2 انا مثلا عايز ابقى ناشف شهر 6 مثلا، فحدي نفسي مثلا 4 شهور كاتنج كده. تمام، ده تايم لاين واضح. انما التفاجؤات اللي بتحصل دي والواحد يفتكر فجاه ان في حاجه مناسبه عنده، ولا الصيف جه، ولا مش عارف ايه الى اخره، وعايز انشف مره واحده، مش صح. يعني ده كده انت هتنشف لكن هتلاقي في الاخر ان انت ما بنيتش كتله عضليه. فاذا لازم السنه بتاعتك تبقى متجدوله في تايم لاين واضح. طيب، اخر واهم نقطه في الفيديو هو ازاي اعمل ميني كات كسعرات وككارديو الى اخره. زي ما قلت لك انت محتاج ان انت تخسر اسبوعيا ما بين 1 ل 2% غالبا. وده عشان انت مش هتخسر كتله عضليه كبيره، لان المده هتبقى قصيره ومش هيبقى فيه دايت فاتيك كمان. فتقدر ان انت تعمل ميني كات ما بين 25 ل 30% عجز تحت سعرات الثبات. في ناس على 20% بتبقى كويسه جدا. طيب انت في الكاتنج العادي المفروض بتعمل ايه؟ في الكاتنج العادي انا مش عايز اقول لكم ان انا ببتدي مع الناس الجديده خالص اصلا ببتدي بسعرات الثبات. سعرات الثبات مع زياده الحركه من غير ما تقلل اكلك اصلا، ده لوحده هيخلي الشخص يخس. بعد كده بنرفع 5%. بعديها بفتره لما نوصل ان احنا دخلنا في مرحله ثبات برضو 10%، اخرنا 15%، والشخص بيبقى زي الفل. وبعد كده نبتدي نضيف بقى حاجه زي الكارديو والستبس الى اخره. فاذا انت بتتكلم تقريبا في نص عجز السعرات اللي انت بتعمله. يعني لو انت هنا بتعمل 10% او 15%، فانت بتتكلم هنا ما بين 20 ل 30% في الميني كات. فده عجز السعرات اللي انت المفروض تحققه. الكارديو بتاعك المفروض، يعني انا في الفتره دي بحاول اخليه بشكل شبه يومي. المده بتاعته قد ايه؟ يعني دايما بتتراوح ما بين نص ساعه ل 45 دقيقه. لو لقيت ان الارقام دي بتحطك في رينج اعلى من ال 2% خساره وزن اسبوعيا، قلل شويه لحد ما تظبط الدنيا، بحيث ان انا زي ما قلت لك تبقى في رينج ما بين 1 ل 2% اسبوعيا. ده اللي هيساعدك ان انت تحافظ على اكبر كتله عضليه ممكنه، لان انت في المده القصيره اوزانك مش هتلحق تقع. من الاخر كده اكتر حاجه هتحافظ على عضلاتك هو ان انت اوزانك ما تقعش في الجيم. ففكره ان انت تحافظ على شده تمرينك، وده المحفز الاقوى للحفاظ على الكتله العضليه، مع وجود عجز سعرات جامد جدا، هتحافظ على عضلاتك وفي نفس الوقت هتخسر دهون بسرعه. وده اللي احنا بنحاول نعمله. زي ما احنا بنقول كده، جيت ان جيت اوت، تخش على طول وتطلع بسرعه. دي مرحله في النص زي الخازوق كده، هي موجوده عشان تساعدك ان انت تكمل في البالكينج. لا المفروض ان مدتها طول، ولا المفروض ان انت من الاخر كده يعني تطلع منها وانت راجل خسران عضلات ومش قادر تكمل في البالكينج وخلاص. يعني اللي انت عملته الفتره اللي فاتت ضاعت. فده مش هيحصل غير لو عملت الحاجات اللي بقول لك عليها دي. المرحله دي ما فيهاش فري ميلز ولا تشيتنج في الدايت. ما بفضلش فيها الفلكسبيليتي خالص الصراحه، عشان على الاقل تقدر ان انت وزنك على الميزان يفضل ثابت في النزول بشكل ظاهر قدامك. فتقدر ان انت زي ما بقول لك كده، اولا انت هتبقى يعني ما عندكش القابليه ان انت تفكر كتير وتوجع دماغك كتير. هي عمليه التفكير والتغيير في الدايت الى اخره ده اسمه يعني عبء القرار، احنا بنسميه الديسيجن فاتيج. فانت ما تاخدش المرحله دي ان هي مرحله فليكسبل دايتنج واكل اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه. لا لا خالص. المرحله دي زي ما بقول لك كده، حط ميل بلان ثابته، اعمل عكس سعرات واضح، دايت واضح، وكارديو روتين واضح. امشي على الحاجات دي، خلص المرحله بتاعتك، ارجع للبالكنج من الاخر. واهم حاجه هسترس عليها، خلي البالكنج بتاعك بالكنج مظبوط. ده اللي هيساعدك ان انت تاخر المرحله دي وتقصر مدتها قدر المستطاع، وهينتهي بيك المطاف ان انت لما تعمل كاتنج تلاقي حاجه جديده. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو،
او مش مشترك في القناه ولا مفعل جرس التنبيه، اتمنى ان انت تعمل ده دلوقتي. ولو عندكم اي استفسارات او اي اقتراحات لمحتوى حابين ان انا اتكلم عليه في الفتره الجايه، سيبوه لي في الكومنتات تحت. وما تنسوش كالعاده تنشروا الفيديو ما بين اصدقائكم على منصات السوشيال ميديا المختلفه. كان معاكم دولا من دولاس فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد.